وقت الستايلينج دايما بيكون أكتر وقت بسرح فيه وبتجيلي فيه أفكار غريبة جدا، زي كده الفكرة اللي جاتلي المرة دي، وهي إننا دايما بنصنف الناس اللي في حياتنا غلط. ليه يا جماعة مش بنتعلم إن إحنا نصنف الناس اللي في حياتنا صح؟ وليه دايما بندخل الدنيا في بعض وبنرجع نتصدم؟ الناس اللي في حياتنا ليهم دايما تصنيفات كتير، أهل، قرايب، معارف، زملاء، صحاب، وكل واحد لازم يتحط في التصنيف الصح بتاعه. ما يبقاش عندك زميل في الشغل وانت بتتعامل معاه على أساس انه صاحب عمرك لمجرد ان انتوا شربتوا كوبايتين قهوة مع بعض في البريك، وفجأة تتصدم فيه فتقول ازاي ده صاحبي. لا، guess what، هو مش صاحبك، هو زميلك في الشغل بس مش أكتر. مش كل ما تعرف حد وتخرج معاه خروجتين يبقى بقى صاحبك، لأن في النهاية لما تحصل حاجة وتتصدم هتلاقي نفسك بتقول أنا إزاي اعتبرته صاحبي أصلا، ما كنت قلت الكلام ده لنفسك من الأول. فلازم كل شخص في حياتنا ياخد تصنيف صح، ناس للخروج وناس للشغل وناس للمواقف الصعبة كده. تخيل لو عملت كده عمرك ما هتتصدم في أي بني آدم تاني في حياتك. فياريت نرتب الناس في حياتنا صح وما ندخلش الدنيا في بعض.